هذا الفيديو إلى أبطال اليمن. هذا الفيديو يحتاج مننا إلى وقفة، يحتاج مننا إلى انتفاضة حقيقية. هنا لازم ننتفض، هنا لازم نعمل في هذا الفيديو. إذا ما تستطيع المتابعين والمتابعات، أسعد الله مساءكم وسلاما من الله عليكم أينما كنتم في الوطن أو في كل العالم. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الفيديو لا ننسي اليوم نهنئ العمال في هذه المناسبة وكل سنة وهم طيبين. اليوم معهم إجازة، عندنا العمال معطلين طول السنة، يلا واحد يشتغل يوم بالأسبوع. خلونا ندخل في تفاصيل هذا الفيديو، ولكن قبل الدخول لا تنسوا الصلاة على النبي، أيضا لا تنسوا توزيع هذا الفيديو والانضمام للقناة. قدك بتشوف الفيديو لو سمحت انضم إلى القناة وتابع معي الفيديو هذا المهم جدا جدا جدا. خليكم مع الفيديو. هذا الفيديو إلى الشعب اليمني، شعب الإيمان والحكمة، شعب القلوب الطيبة، القلوب اللينة، هكذا قال علينا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفيديو إلى أبطال اليمن. هذا الفيديو يحتاج مننا إلى وقفة، يحتاج مننا إلى انتفاضة حقيقية. هنا لازم ننتفض، هنا لازم نعمل في هذا الفيديو. إذا ما تستطيعش أن أنت تعمل في هذا الفيديو، وزع هذا الفيديو عسى وعلى أنه يوصل إلى إنسان لديه قلب، لديه إنسانية. أول حاجة قبل ما نتكلم في تفاصيل الفيديو لو سمحتم تابعوا معي الفيديو وبعدين بوضح لكم هذه النقاط الباقية. يلا بنا. الأخ محمد، السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله أخي. الله كلمنا عن صحتك. والله صديقي، أنا من خلالك أناشد الإخوة اليمنيين في كل أنحاء العالم، من يسمعني ومن يشاهدني أن يعمل معي فعل خير. أنا من 2006 إلى الآن 1 شهر 5 2025 وأنا معاق حركيا، لا أستطيع التحرك، والآن حالتي بدأت تتدهور يوما بعد يوم. قد سبق لي وأن ناشدت الآخرين ولم ألقى لي إجابة، وأنا أناشد الآخر كل من يسمعني في هذا الفيديو وكل من يشاهدني أن يعمل معي ولوجه الله. أنا أخوكم معاق وأحتاج لمساعدتكم، ولا يوجد لا من يدعمني ولا يوجد معي أحدا. أنا وحيد والله، لا يوجد أحد عندي يساعدني، والآن حالتي بدأت تتدهور. أنت معاق يعني ما تمشيش أبدا من يوم حصل لك الحادث؟ ما أقدر أمشي ولا أقدر أخرج حتى الخارج، أعزكم الله، يعني على قسطرة أمشي على قسطرة. أنا الآن ما أقدر أتحرك إلا بالكرسي. هذا هو ولا يوجد واحد يساعدني ولا يخرجني ولا يدخلني، والله حالتي لا أبعد الحدود. أنت الحين يعني قالوا لك في المستشفى تحتاج 2 عمليات. أناشد الله، أناشدكم الله جميعا إخواني، لكل من يسمعني أن يعمل لوجه الله. ايش قالوا لك بالمستشفى؟ تحتاج 2 عمليات ولا كم تحتاج؟ العملية يا أخي مقرر لي 2 عمليات، وعلى الله يعني ما أعلم، لم أحصل على أي شيء من حق العملية، ولا أستطيع أفعل. لا يوجد من يساعدني، ما أستطيع إجراء. هل معك وسيلة نتواصل معك ويتواصلوا معك الناس إن شاء الله يحبوا إنهم يدعموك؟ يا أخي نعم، عندي رقمين. الرقم الأول وهو رقمي 717800-295، ورقم صديقي اللي هو أنت هو تقريبا 7111 4 مرات 6227. هذا رقم صديقي الآخر. طيب، وإحنا بنزيد نضيف الحسابات وإن شاء الله إنهم يدعموك بإذن الله عز وجل. نتمنى كل خير إن شاء الله. الأخ محمد، هل معك أحد يساعدك ولا يعني يعاونك وأنت تعبان هكذا؟ يا أخي الحمد لله، كانت والدتي وتوفاها الله يرحمها، والآن الله الذي لا إله إلا هو لا يوجد عندي أحد. وإذا أردتم أن تستفسروا عني اسألوا أهل قريتي وجيراني وسترون كل شيء. أنا لا أكذب، أنا إنسان وحيد لا يعلم بحال الله الرحمن الرحيم. أناشدكم الله أن تقفوا الأجانب تساعدوني، أنا محتاج لكم، لأن الإنسان كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنا محتاج لكم. طرقت باب الله ثم بابكم. شفتم معي هذا الفيديو الذي يتألم منه كل إنسان لديه إنسانية ولديه قلب ولديه إحساس. هذا الشخص معاق من 2006 إلى يومنا هذا ولا يستطيع المشي. تخيلوا معي حجم المعاناة، حجم الألم الذي يعيشه هذا الشخص. هذا الإنسان محتاج إلى 2 عمليات، وقد عملنا له مناشدة وجمعنا له مبلغ بسيط، ولكن المبلغ هذا لا يكفي حق العمليات والفحوصات. لهذا أنا أوجه هذا النداء إلى كل الشعب اليمني، سواء كانوا في اليمن أو في الدول الثانية، وخاصة أصحاب إبل المتواجدين في الولايات المتحدة. افزعوا مع هذا الشخص، الله يسعد قلوبكم. هذا الشخص محتاج إلى وقفتكم. لا أب، لا أم، لا زوجة، ولا عنده أي أحد. هذا الشخص يناشدكم، افزعوا معه، اسعدوا قلبه، الله يسعد قلوبكم. وهذه وين نحط لكم تلفوناته وكل التواصل. وتحياتي لكم وسلام من الله عليكم.